حصل خلاف بين الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان وكلثوم الأقر، فاشتد بينهم الخلاف حتى أكاد الحجاج الكلثوم مكيدة حكم فيها عبد الملك بن مروان بإعدام كلثوم بالسيف. راحت عجوز أو أم الكلثوم توسل وتشفع عند الخليفة، وكانت عمرها كبير، فشفق عليها وقالها شوفي، أما أن نعفي عنه مستحيل، ولكن عندي رايح أخلي الحجاج يكتب ورقتين، ورقة يكتب فيها يعدم ورقة يكتب فيها لا يعدم، وابنك يختار أجل، أو السيف أو أنه ينجو. المهم استسلمت، ما عندها حيلة، قالت له ما خلاف، وجت على ابنها وقالت له يعني بما علمت من الحقد اللي حصل بينكم والكره اللي حصل بينكم، الرجل قاتلك لا محالة، ولكن احذر يا ابو. قالها ما عليه ان شاء الله. لو كاد انه جاء وقت القصاص جابوا السياف، وقال عبد الملك بن مروان الي بالحجاج، جابوا الحجاج قال له اكتب يا حجاج، اكتب ورقتين، واحدة فيها يعدم وواحدة فيها لا يعدم، وليختار كلثوم أجل. الحجاج فكر كذا، بس كتب وهو واثق يعني انه معدمة، فراح واخذ الورقتين وكتب فيها يعدم، واعطاها الكلثوم، قال له اختار، وهو واثق من انه قاتل. والله اخذ كلثوم الورقة، فكر، حطها بثمه، بلعها. قال له عبد الملك بن مروان وش سويت؟ قال يا طويل العمر بلعت أجل، إذا كانت الورقة اللي مكتوب فيها يعدم فأنا لا أعدم، وإذا كانت هذه لا يعدم فأنا أرضى بحكمه. فيوم قروها ولا إنها يعدم، فنجح، فيناظر على الحجاج يقول له إنه العقل أبلغ من السيف، فالمكر فطنة لا يتقنها إلا الحكماء الحكيم. اثنينهم دهاء، خلص نفسه والله كلثوم.